قصتنا النهاردة قصة حقيقية ومؤثرة جدا حصلت سنة 2016. لحظات من الإثارة والمتعة عاشها مجموعة مراهقين على لوح تزلج، وما كانوش عارفين إنهم للأسف بيعيشوا أسوأ كابوس في حياتهم، وإن النهاية هتكون مأساوية جدا. من أخطر الرياضات الشتوية في العالم رياضة اسمها لوج. هي عبارة عن زلاجة بتتزحلق بيك على مسار جليدي حلزوني ضيق، وبيركب على الزلاجة دي شخص واحد متسابق، يعني واحد أو شخصين، والمتسابقين دول بيطلق عليهم اسم لوجرز. وده شكل المسار الحلزوني اللي بتمشي فيه الزلاجة. واللوجرز أو المتسابقين دول بتوصل سرعتهم على الزلاجة دي ل 129 كيلومتر في الساعة. وساعات كتير بيحصل حوادث في حلبات السباق دي، للأسف معظمها حوادث كارثية. في سنة 1986 تم بناء حلبة سباق للزلاجات دي في مدينة ألبرتا بكندا، استعدادا للألعاب الأولمبية الشتوية اللي مفروض هتقام في المدينة سنة 1988. والمنطقة اللي اتعملت فيها الحلبة دي اسمها حديقة كندا الأولمبية، خليكوا فاكرين الاسم ده. اتبنت الحلبة دي على تلة صغيرة، وهي أرض جبلية مرتفعة شوية. بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية سنة 1988 تم افتتاح الحديقة دي كمكان ترفيهي للجمهور. وبعد مرور 28 سنة، وتحديدا في يوم 29 يناير 2016، كان في 3 ولاد مراهقين اتسللوا لحديقة كندا الأولمبية بالليل بعد ساعات من وقت إغلاق الحديقة. وبعد ما وصلوا أعلى التلة لقوا سور صغير ارتفاعه تقريبا 1.80 سنتي، وكان على السور ده كتابات تحذيرية عشان أي حد ما يعديش منه، ومش مسموح بدخوله إلا للأشخاص اللي معاهم تصريح بكده أو للموظفين والعاملين بالحديقة. وكان السور ده حوالين برج خشبي، وفوق البرج ده بيبقى فيه كابينة أو مقصورة للمتسابقين بيتجمعوا عندها عشان يبتدوا السباق، يعني هي نقطة البداية لحلبة سباق اللوجرز. ال3 مراهقين دول واحد منهم كان شغال في الحديقة دي بيبيع تذاكر الدخول للناس. ال3 نطوا من فوق السور اللي عليه تحذيرات بعدم الدخول، وكل ولد منهم كان معاه زلاجة بلاستيك شبه بتوع اللوجرز اللي بيتسابقوا بيها. ال3 ولاد طلعوا البرج لحد ما وصلوا الكابينة، وفضلوا يتشاوروا بينهم مين فيهم هيتزحلق الأول، وبعدين التاني، وبعدين التالت. ال3 لبسوا الخوذ بتاعتهم، وكل خوذة بتبقى مزودة بكشاف من فوق، لأنهم كانوا داخلين الحديقة بالليل، وطبعا حلبة السباق ضلمة مفيش أي نور خالص. أول واحد فيهم نزل بالزلاجة يتزحلق يدوب 15 أو 20 متر والزلاجة وقفت، وبعدين رجع مشي على رجليه، والتاني كذلك، والتالت زيهم، يعني الزلاجة بتاعتهم مش عايزة تجري على التراك ده خالص. والسبب ده لأنهم بيستخدموا زلاجات بلاستيك رخيصة، طبعا غير خالص الزلاجات الأصلية بتاعت اللوجرز اللي بيستخدموها في النوع ده من السباقات. الزلاجات الأصلية بيبقى فيها من الأسفل شفرات حادة معينة مصنوعة خصيصا عشان تجري بأقصى سرعة على المسار بتاعها ده. بعد ما ال3 ولاد دول فشلوا في المحاولات بتاعتهم عشان يتزحلقوا على التراك ده، حسوا بخيبة أمل كبيرة وزعلوا إنهم هيروحوا من غير ما يستمتعوا. واحد فيهم اقترح عليهم إنهم يركبوا ال3 على زلاجة واحدة فوق بعض، فهيبقى وزنهم ال3 كبير، وده هيديهم قوة دفع كبيرة والزلاجة تجري بيهم. فال3 وافقوا على الفكرة العبقرية دي، وبالفعل ركبوا ال3 على زلاجة واحدة، وفعلا جريت بيهم زي الصاروخ على المسار بتاعها، وقعدوا يصوتوا فرحانين واستمتعوا على الآخر. وكانت مغامرة مجنونة واتبسطوا جدا، وقالوا يلا خلاص كفاية لحد كده، نمشي بسرعة قبل ما حد ياخد باله مننا ونتقفش. وروحوا ليلتها واليوم عدى على خير. ال3 ولاد دول بقى بعد كده قابلوا 5 من صحابهم وحكوا لهم على المغامرة المجنونة اللي عملوها من يومين، فاصحابهم عجبتهم الفكرة جدا وحبوا يجربوا هم كمان، وتحدوا بعض مين مش هيخاف ويثبت على كلامه ويروح. وقالوا لهم عايزين نيجي معاكم المرة الجاية. فقالوا لهم ال3 ولاد خلاص تعالوا نتجمع كلنا في أجازة آخر الأسبوع ده ونتزحلق إحنا ال8 هناك بالليل. وفعلا يوم الأجازة يوم 6 فبراير 2016 الأولاد ال8 اتجمعوا سوا وتسللوا للحديقة بالليل، وطلعوا البرج الخشبي لحد الكابينة، وابتدوا يوزعوا الأدوار ما بينهم مين اللي هيتزحلق الأول. ال8 أولاد قسموا نفسهم على 3 مجموعات،
كل مجموعة هتتزحلق على زلاجة واحدة، 3 أولاد على الزلاجة الأولى و3 تانيين على الزلاجة التانية، والاتنين الباقيين هيتزحلقوا على الزلاجة التالتة. العيال بقى المرة دي غلطوا غلطة عمرهم، ما جابوش الخوذ بتاعتهم معاهم على أساس إن المرة اللي فاتت الدنيا كانت أمان وما حصلش مشاكل، وطبعا الخوذ اللي كانوا نسيوها كان فيها كشافات نور من فوق، فمعنى كده إنهم هيتزحلقوا في الضلمة. فقالوا مش مشكلة، كده هيبقى أحلى والحماس هيزيد ونستمتع أكتر في الضلمة، خلي المتعة تزيد. لكن كان في كارثة مستنياهم في السكة ما كانوش عاملين حسابها خالص. كان في سلسلة حديد متعلقة بالعرض في الطريق بتاع حلبة السبق، وتقريبا الأسبوع اللي فات واحد من العمال كان بيعمل إصلاحات وترميمات في حلبة السبق دي، وساب السلسلة دي كده قافلة الطريق بتاع الحلبة. أول 3 عيال اتزحلقوا ضربوا في السلسلة دي جامد وهم بأقصى سرعتهم، وكان طيارتها بعيد. وكان الولد ده عنده 17 سنة واسمه إيفان كولدويل. الولدين من حاجة، والتلاتة اللي اتزحلقوا في الأول منهم إيفان ده مات، والاتنين التانيين ما كانش ليهم أي صوت خالص. فالمجموعة التانية فوق افتكروا إن أصحابهم اللي سبقوهم وصلوا خلاص لخط النهاية، واستعدوا بقى عشان يتزحلقوا هم كمان. ركبوا ال3 على الزلاجة التانية ونزلوا بيها، ونفس الكلام خبطوا في السلسلة الحديد بأقصى سرعة، لكن البابا العيل فيهم كانت كسر في الكاحل. ال3 بعد ما وقعوا على الأرض كانوا لسه في وعيهم، فضلوا يبصوا حواليهم في الضلمة مش فاهمين ايه اللي حصل، وفضلوا يصرخوا لفوق على المجموعة التالتة عشان ما يتزحلقوش، لكن للأسف بعد فوات الأوان كان الاتنين الباقيين من المجموعة التالتة نزلوا بالزلاجة بتاعتهم خلاص، وضربوا برضه في نفس 17 سنة رقبته طارت. والولد ده كان اسمه جوردان كولدويل. من ترتيبات القدر الغريبة إن الولد ده هو الأخ التوأم لإيفان كولدويل اللي راسه طارت من المجموعة الأولى، يعني الموت اختارهم هما الاتنين بالذات سبحان الله عن بقية أصحابهم، مع إنهم ما كانوش على نفس الزلاجة. توأم جم الدنيا مع بعض وفرقوا الدنيا مع بعض. الولد التاني اللي كان على الزلاجة التالتة ورا جوردان كولدويل اتصاب إصابات خطيرة. أما المجموعة الأولى اللي كان فيها إيفان كولدويل كان معاه ولد تاني اسمه، وكان فيها كيلب اللي كان بيكافح عشان يتنفس وهو مش قادر، وكان فيها ولد تالت اسمه مارك ده اتعرض لإصابات خطيرة جدا في الوجه، وكان مارك ده مرمي على الأرض وبيقول ترانيم دينية عشان يرفع من الحالة النفسية لبقية زمايله اللي كانوا لسه على قيد الحياة. الولد اللي اسمه كيلب بيحكي وبيقول إنه ما كانش قادر ياخد نفسه. آخر حاجة فاكر إنه سمعها قبل ما يغمى عليه إن في شخص كان بيتصل بالطوارئ 911، وبعدها ما فاقش إلا لما لقى نفسه جوه المستشفى. بعد الحادثة دي عيلة كولدويل عملت عزا لولادهم التوأم اللي ماتوا، إيفان كولدويل وجوردان كولدويل. أما العيال ال6 الباقيين خرجوا بإصابات مختلفة وعاهات مستديمة هتخليهم يندموا طول حياتهم على المغامرة المجنونة اللي عملوها، لكن على الأقل هيحمدوا ربكم. واكتبولي في التعليقات، وما تنسوش تشوفوا القصص اللي فاتت واشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل القصص الجاية. ودمتم في أمان الله، مع السلامة.